مساء الخير، صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده انا جايبه لكم المكان ده مش هقولكوا عليه، هو معروف، بس انا حابه ان هو يتعرف اكتر بصراحه. في ناس انا متاكده ان اكيد هتبقى عارفاه. المهم، المكان ده مش مجرد مكان يعني ترفيهي كده وبس، لا، مش ترفيهي كمان، لا، ده كمان فيه حفلات، وليه كمان فروع كتير، وبيجيب مطربين مش اي حاجه، يعني يجيب مطربين كمان كور جدا، يعني احمد سعد، فرقه وسط البلد، محمد منير، علي الحجار، ناس كتير جدا جدا جدا. انا نفسي حضرت يعني حفلات فيه، والميزه كمان إن مش شرط حفلات بس، كمان مكان يعني تقدروا تقعدوا فيه الصبح، في ناس تقدر تخلص شغلها فيه. مكان مميز فيه كل حاجه. بصوا، انا مش هتكلم كتير، انا هخليكم انتوا تشوفوا كل الكلام، ومش هقول لكم كمان ايه هو المكان، تمام؟ وبعدين انا زعلانه منكم، ولا في تفاعل ولا في كومنتات ولا في اي حاجه. ليه؟ يلا اشوفكم على خير بقى. تنسوش اللايك، الاشتراك والكومنتات عشان تقولوا رايكم ايه. يلا بقى، اسيبكم على المكان. باي باي. يومكم سعيد يا رب. ودي كانت تاني مدخل من الدخول. عايزة اقول لكم ان اللي شفت الجمال والحلاوة دي بجد كاتبين اسماء الله الحسنى على اللي هو ده زي كوبري عشان يدخلك اللي هي قاعة النهر وقاعة الحكمة ورا، في كمان حاجة اسمها قاعة حكمة ورا. فعايزة اقول لكم ان عشان نخش قاعة النهر اصلا والمكان اللي بيتقعد على النيل لازم تعدي من الكوبري ده، ولازم تشوف جمال اسماء الله الحسنى، بجد جميلة جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان في كذا مكان ممكن فعلا تقعدوا فيه، يعني لو حسيتوا بملل ممكن تغيروا في كذا مكان. يعني احنا قعدنا في المكان ده ديارة. الميزة اللي عجباني اكتر بجد في المكان ان الناس في حالها جدا، مش هتحسوا ان في تطفل او مش هتحسوا ان في اي حاجة. كل حد كده قاعد مع نفسه، اللي بيخلص شغله اللي بيعمل اي حاجة. مفيش تطفل. فبجد المكان ده حلو قوي وقعدنا فيه وهنغير المكان. احنا قعدنا في 3 اماكن هوريهولكم برضو هتشوفوهم معايا. ده بقى المكان اللي بيبقى متخصص فيه الحفلات. احلى ايام حياتي قضيتها هنا يا جماعة. بس بتبقى بقى ايه، يعني ليها كل نظام مختلف لكل حفلة، يعني بيبقى على حسب اعداد الناس اللي هتبقى موجودة، ساعات بيبقى اكتر من كده بكتير جدا. بصي، يعني ده كمان مكان تاني برضو ممكن تقعدوا فيه، بس انا بصراحة ما قعدتش في المكان ده. حبينا انا ويارا ان احنا نقعد في الاماكن اللي انتوا هتشوفوها، مع اني برضو المكان ده كويس جدا.
ايه رايك في المكان؟ جميل الصراحة. ده قريب كده على النيل، امم الهوا حلو، جميل والله. كنت موجودة في المكان ده بقالك قد ايه؟ يا سنين. مساء الخير يا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم بجد ان الساقيه احسن الاماكن في كل حاجه، في تفاصيل كتير قوي. اول حاجه بالنسبه للثقافه، هتلاقوا كل الحاجات. الناس اللي بتهتم قوي بالثقافه هتلاقوا كل حاجه هنا. ممكن يبقى فيها حاجه اسمها اشتراك سنوي وحاجه اسمها اشتراك شهري. الاشتراك السنوي هقول لكم تفاصيله برده مش غالي خالص، يعني 400 وحاجه تقريبا، وهقول لكم اكيد لما اتاكد. بيبقى فيها حفلات كتير جدا، ودلوقتي اصلا النهارده انا موجوده. كنت بحاول اصورها لكم الصبح بس ما حصلش نصيب، يعني جبت لكم بس وقت الغروب شويه. طبعا بيبقى فيها حفلات. النهارده في حفله بس لسه مش عارفه مين. عايزه اقول لكم ان تذكره ب 40 جنيه، وهي الناس اللي مش شرط يكونوا مشتركين، يعني ب 40 جنيه بس. فقاعده على النيل، وفي كافتيريا محترمه جدا، والناس في الكافتيريا محترمين جدا، وزي ما انتم شايفين كده شريفه اهي، وبرده يارا الشاربه. عايزه اقول لكم المكان هادي هدوء كده، فلازم بجد تيجوا، لازم تيجوا. اشوفكم بقى على خير، مش هطول عليكم، بس في وقت تتفرجوا كمان على بقيه التفاصيل. باي باي. بصوا بقى، عشان لما اقول لكم ان ساقية الصاوي فيها مميزات كتير جدا يعني ما تتعدش. المكان ده فيه اماكن بتبيع حاجات يدوية، وانتوا عارفين الحاجات اللي بتتعمل يدوية بتبقى مميزة ازاي. بلس ان تقدروا كمان لو انتوا عندكم الموهبة دي تقدروا تروحوا يعني تتفقوا مع الساقية في الإدارة، وبتقعدوا في المكان وتبيعوا الحاجات بتاعتكم مع اتفاق مع الإدارة. يعني في ميزات اكتر من كده؟ بجد يا جماعه مميزات كتير جدا جدا فيها. كنت عايزه اقول لكم كمان ان كان في مكان تاني بس للاسف ما عرفتش اصوره ليكم. المكان متخصص للوحات ومثلا قاعات السينمات، بس بيبقى بعيد شويه عن المنطقه. هو بيبقى جنب الساقية بس الناحية التانية على طول. المكان بيبقى متخصص للمعارض والناس اللي بتحب ترسم وتعمل مثلا معارض تصوير، او كمان سينمات. فاماكن مميزة جدا. دي الساقية من بره. ده شباك اللي بيبقى فيه الحجز وكل حاجة. طبعا الناس اللي وقفت دي تقريبا عايزين يحضروا الحفلة اللي هي بتبدأ 8:30. ده بقى انا حبيت اصور لكم الساقية من فوق، من على الكوبري نفسه بتاع الزمالك. بصوا من فوق كده عامله ازاي، تحفه تحفه. يا جماعه بجد انا اتبسطت قوي النهارده. يعني انا كان بقالي سنين ما جيتش ساقية الصاوي بصراحه، من ايام المعهد. كنت انا واصحابي بقى وكده، فافتكرت يعني ذكريات جميله قوي وحاجات حلوه قوي 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 بجد. انا عايزاكم بجد تيجوا المكان، هيعجبكم قوي. انا عارفه ان في ناس كتير قوي عارفه ساقية الصاوي يعني، بس انا برضو حبيت ان هو لازم يبقى يعني لازم 1,000,000% يبقى معروف اكتر بجد، لان المكان فعلا حلو قوي. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، متنسوش بقى تشتركوا في القناه عندي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اوكي يا جماعه، دايما كده اقعد اصور لكم حاجات كتير قوي. اشوفكم على خير بقى، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات تحت، هستنى الكومنتات. اشوفكم على خير، باي باي.